ازيكم؟ انا عبد الرحمن محمد وبتسمعوا حلقه جديده من البودكاست بتاعنا على اليوتيوب. قبل ما نبدا الحلقه يعني عاوزكم في يعني حوالي 30 ثانيه مش اكتر ولا اقل. يعني باختصار التفاعل على على القناه وعلى البودكاست ضعيف جدا يا جماعه، ومفيش لايكات ومفيش دعم ومفيش اي حاجه، فيعني الدنيا اتمنى. شحة خالص. يعني اتمنى، معلش يا خالد استنى بس عشان الموضوع ده بينرفز حقيقي. ف ماشي. يعني اتمنى اللي عاجبه المحتوى واللي عاجبه البودكاست يعمل لايك ويعمل كومنت، عشان بنسى اقول الكلام ده في الاخر، ويشير ويعمل الحاجات الجميله دي وسبسكرايب والكلام وكل الحاجات دي، علشان ايه ما تلاقوش فيديو اعتزال اليوتيوب والكلام ده، فاهم؟ وترجعوا تزعلوا بقى وانتوا اللي وصلتوا البني ادم لكده. فازيك يا خالد، انتوا لا عامل تندموا. ايه؟ الحمد يعني لله. ايه اخبارك؟ معلش لو دخلتك في تفاصيل انت مش يعني لا لا معلش. لا، انا عارف، انا حاجات اليوتيوب دي الانترو دي بتعاني؟ لازم انت تتقال كنت في الاول. بتعاني من الموضوع ده في الاول ولا؟ كنت بعاني قوي في الحوار ده. اصلا انا كنت في يعني. الاول اصلا مم. يعني انا من الناس اللي هي كانت بتقعد تتفرج على اليوتيوب زمان وبتاع، زمان قوي يعني مم. 2010 مثلا 9 كده. مم. فاللي هو القنوات اللي هي كانت لسه بقى بادئه ساعتها وكده، كنت بتعصب قوي لما حد بيقول اعملوا سبسكرايب او سبسكرايب تو ذس شانل وبتاع. لو انت ليه هو بتقول لي انا لو اتفرجت اه وعجبني اللي انت بتقدمه هعمل سبسكرايب عادي، ده اه الطبيعي. فالموضوع كان بيعصبني وكنت باخدها بالعند، لو انت هتقول لي اعمل سبسكرايب طب مش عامل، محدش يقول لي اعمل ايه. بعدين صحابي بقى اليوتيوبرز قعدوا يقولوا لي يا ابني لازم تقول في الاول ومش عارف ايه. انا اللي هو يا اه جدعان ما ما اقول ليه، ما ما الناس ما ده ده اللي انا استنتجته فيها، لان يعني ما انا مش يعني في ناس مبقاش فارق معاها، انا كده كده بعمل حاجه بحبها، فاما انت قررت انت تحبني بالظبط. زياده وتعمل لي سبسكرايب يا تعمل لي عم لايك، اهلا انت وسهلا، حبيبي. بالظبط. ما عملتش انت اه برضه حبيبي، بس بتوصل لمرحله بقى ان الدنيا خلاص بتبتدي تروح منك، لا انت لازم تقول بقى لان مش الناس حوار يعني. كده، انا كان انا الموضوع جه بالضغط يعني. كان اه وهبة اللي هو عنده تشانل اسمها وهبس. اه كان بيقعد يقول لي هو اللي كان بيقعد يضغط عليا في الحوار ده، يعني يقعد يقول لي يا ابني قول، يا ابني قول، يا ابني الموضوع بيفرق. فالمهم قمت اه رميتها في مره كده، ايه قلت كده في بدايه الفيديو، قلت اجرب يعني. قمت قلت في الاول كده ايه، في اول الفيديو يا جماعه ايه متنسوش تعملوا سبسكرايب والحاجات دي. انا عايز اقول لك جالي كميه سبسكرايبرز ما هي دي الحقيقة، مش يعني مش هي الناس طبيعيه، يعني الناس بتنسى فعلا ولا مش يعني ايه؟ منطقيه بجد. اللي هو عارف انت الكيرف مره واحده طلع فوق كده، اه واللي هو انا بقيت مش فاهم، مش مصدق. اللي هو انتوا بجد يا جماعه كنتوا مستنيين نقول لكم اعملوا سبسكرايب عشان تعملوا طب سبسكرايب؟ يعني نقول للناس اعملوا يا جماعة سبسكرايب يعني. طب يا عم اعمل سبسكرايب يا عم، ما تضايقش الواحد نفسك. بقاله 100 سنة بيحاول يوصل ل 3000، فاهم؟ طب يعني يا جماعة اعملوا ايوه. سبسكرايب يا جماعة، يمكن نوصل ل 5000 ولا حاجة. اه والله. يعني انت في الاول عامل ايه؟ الاخبار؟ معلش ان انا خدناك كده ودخلنا في الموضوع بسرعه، وكل سنه وانت طيب وعيد سعيد ورمضان كريم. وانت طيب يا رب. وانت طيب. وعملت ايه اخبار العيد معاك؟ عملت ايه في العيد؟ ولا اي حاجه والله، ما عملتش اي حاجه فعلا. هو يوم الوقفه بس اتبسطت فيه شويه، خرجنا كده مع الشباب وبتاع. امم بس بعد كده كان في بلانز سفر اتكنسلت، كان في بلانز خروج اتكنسلت. هي حاجه تكسل فكان كره عيد. طارق. كان عيد هادي كده بس انت مع العيله مبسوط؟ مثلا مبسوط. مبسوط؟ بتحس ان هو كل ما مش العمر متضايق. بيتقدم، انت لو قعدت في بيتك مفيش مشاكل؟ زمان كنا نزعل مثلا لو في سفريه او في خروج او في حاجه. ده حقيقي. هل ده هل هل حقيقي. الظ- هل الظاهره دي انت بتواجهها زي ما كل الشباب اللي في نفس العمر بيواجهوها دلوقتي، اللي هو عادي حاجه فاتت يا اه عم، عادي، مش كل سنه وانت طيب يا عم، مش مشكله؟ ده حقيقي. دايما كده وانت دايما يعني زمان كان بيبقى فيه احساس كده الفير اوف ميسنج اوت، ده اللي هو ده كل الناس بتخرج، ده كل الناس بتسافر، ده كل اه الناس في الساحل، ده كل الناس بتعيد، ده كل الناس بتعمل مش عارف ايه. تبقى قاعد في بيتك بقى بتقلب في انستجرام ستوريز، شايف الناس كلها بتتبسط وبتاع، واللي هو انا ليه مش معاهم، انا ليه مش زيهم. فبيجي لك اكتئاب كده، اللي هو اه ايوه. انت عايز تبقى كده. بس طبعا بقى بتكبر بقى يعني. بتكبر، وجزء من الماتيوريتي يعني بيبقى ان انت خلاص بتحسش او بالكلام ده ايه يعني. اللي بيحصل بقى؟ احنا يعني الواحد بدأ يدخل في مرحله غريبه.
طيب هو حوار الفير اوف ميسنج اوت ده بالنسبه لي انا ما بقاش موجود، عشان انا يعني رحت الناحيه التانية قوي، فاهم؟ يعني خدت الموضوع اكستريم، لو عملت كل حاجه، فاهم؟ كنت بسافر بقى يعني واخرج كل يوم وبتاع، فخلاص بقيت اللي هو وصلت المرحله ان انا بقيت بس بخرج عشان ما بقاش قاعد في البيت مثلا، او بقيت بخرج مثلا عشان ما بقاش في حاجه فايتاني، فاتحرقت بقى، فاهم؟ فعملت كل حاجه في فتره عادي قصيره. بالظبط. فبقيت قاعد في البيت عادي مستريح، مش عايز اخرج قوي غير لو فعلا حاجه انا عارف ان هي مثلا هتبسطني او تديني فاليو معين، ولو ما عملتهاش دلوقتي فمش فارقه معايا، ممكن اعملها بعدين. الموضوع بقى equivalent يعني، بقيت في حته متسنطره في النص كده، اللي هو انا قشطه قاعد النهارده ما بعملش حاجه، بكره بشتغل مثلا، بعده زهقت من الشغل، زهقت من القعده، فبخرج كده يعني. طب وشايف انت كده في حته احسن ولا زمان ايام الشباب بقى والشقاوه والمروح والمجي والسفر بقى كان احسن؟ ما فيش حاجه احسن من حاجه يعني، انت كل فتره بفترتها، فاهم؟ كل فتره بيبقى في حاجه احسن ليك انت نفسيتك محتاجه ده دلوقتي، فاهم؟ أيوة، انت نفسيتك مثلا دلوقتي محتاجه قاعده في البيت، نفسيتك دلوقتي محتاجه ان انت تشتغل على نفسها، نفسيتك دلوقتي محتاجه ان انت ما تفكرش في اي شغل، ما تفكرش في اي حاجه، انت مسحول بس. فهي كل فتره بيبقى ليها احسن حاجه ليها يعني. دي حقيقة، مش عارف ليه يعني افتكرت نفسنا كده في فيديوهات اللي هي التنمية البشرية، اللي هو بعدين بقى بودكاست قدامه مايك ايه يعني بكلامك دلوقتي حسيت نفسنا اللي هو في ايوه بقى فيديوهات التنمية البشرية، وانا يعني انت نفسك تعيش اللي انا عشان عشته، كده انا ما بحبش اتكلم جد والله. ما ان انت عندك بودكاست بتاعك وعندك مايك وعندك كاميرا، ليه بتعملش الفيديوهات دي؟ هتجيب جامد. والله يعني ببقى انا عامه عندي الارج دايما ان انا اقعد اتكلم جد. يعني فاهم يعني ايه المشكله؟ طب تعالى نجرب. خالد ممكن تحكي لنا عن اصعب ايام انت عشتها في حياتك؟ لا مش للدرجه دي. بيبقى عندهم يعني مثلا قلت لك هنتكلم جد بس وبيحكي عن اصعب ايام هو عاشها، فاهم؟ بيبقى عنده مثلا 50 هيحكي عن ايه. ايوه. انت طب يعني انت ايه رايك يعني في الظاهره اللي انتشرت دي، وانك راجل بتعمل برضو بودكاست وعندك تقدر تعمل نفس اللي هما بيقولوه، تقدر ترزع اي كلام هما بيقولوه، فانت الموضوع بقى منتشر قوي، اي حد بيعمل اي حاجه، طبخ، مصارعه، انا مش عارف في ظاهره كده، ايه اللي حصل؟ في ظاهره كده ان مدربين الجيم بيدوك نصايح في الحياه. انا عايز افهم ايه العلاقه. انت ربيت عضلات فجاي تنصحني ليه؟ بالظبط، انت واحد بتعرف تكوتش كويس، تعمل نظام دايت حلو، بتنظم لي اكلي تمام، ايه علاقتك بحياتي يعني؟ ليه الموضوع تطور ان انت بقيت بتنظم لي حياتي؟ ليه تخلينا اتعرف على بنات يعني؟ ليه؟ ما اعرفش. لا حوار البنات ده قصة تانية بقى خالص يعني. حوار اللايف ستايل كوتشنج ده غريب قوي والله. طب انت يعني انت بظهورك شايف ان هما ممكن يعني بيفكروا في ايه؟ ان انا مثلا انا شخص ناجح في حياتي ومحافظ على صحتي ومعايا كاميرا وجايب واحد عامله مذيع، انت ناجح بمعايير الشخص اللي هو بيعمل معلق ده انا ما بشوفوش في حاجات بعد كده يعني. عمري ما شفت برنامج للبني ادم اللي هو بيعمل معاه الانترفيو ده، هو ملوش برنامج تقريبا. فهو قادر يأجر واحد يعمل نفسه مذيع ويحطه قدام مايك ويسأله سؤال مش مهم هو يتجاب اصلا، مهم اللقطة تبقى بس على الشخص اللي عاوز يقول كلام مهم. ايه الغرض منها يعني؟ هل بقى الترند الفترة دي ان هو خلاص طب كله بقى يلا خش في السكة دي؟ والله ما اعرف يعني. انا اصلا مش يعني بحس ان الفترة دي كله بيحاول يعمل كونتنت يعني، اي حد عايز يطلع يقول كلمتين ويبقى ليه محتوى او وجود على السوشيال ميديا. فاللي بيطلع بقى يعمل تيك توك، واللي بيطلع ما بيلاقيش حاجة غير ان هو يهري في قصص نجاحه، واللي بيطلع يحاول يبقى بيضحك مثلا. ما اعرفش يعني، بحس ان الناس بتحاول تفايند هير واي اوت على السوشيال ميديا بطرق مختلفة يعني. فممكن تكون دي واحدة منهم يعني، ان انا اطلع مثلا ابقى اتكلم عن نفسي،
او اقول ان انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. بس هو يعني بعد ما ما ممكن. يعدي فترة كبيرة من الزمن هيعمل ايه يعني؟ يعني وهو عنده مثلا 25 سنة وبيحكي عن انجازاته وبيقول انت ما عشتش اللي انا عشته وما جربتش تعمل اللي انا جربته، فما عنده 50 سنة ممكن يعمل لنا ايه؟ فاهم؟ هيقول لك برضو انت ما عشتش اللي انا عشته امال انا هعيش امتى اللي انت و... هعمل ايه؟ واشترك واشترك في كورس مش عارف ايه عشان اديك نصايح وبتاع. اه يعني طب هو بقى يعني كاتيجري كده على النت. كلمتين بجد لأي حد ممكن ينجرف تحت سكة الناس دي يعني. هل تنصح حد ان هو يشترك في كورسات الناس دي، ولا انت عامة محدش بيكفي نفسه؟ والله ما اعرف يعني، كل واحد يعمل اللي يريحه يعني. لو انت مثلا في حد هيقعد يقول لك اشتغل او اصحى بدري او روح الجيم، لو ده هيريحك يعني، لو ده مريح بالنسبة لك اعمله، فاهم؟ لو ان ولد هيقعد يقول لك البنات دول زبالة، البنات دول مش عارف ايه، انت احسن وبتاع لو ده يديك ثقة في نفسك مثلا، لو ده it's working for you يعني، خلاص ماشي يعني. يعني مش عارف اقول ايه، بس لو تمام يعني كل واحد يعني يشوف ايه اللي مريحه ويعمله، فاهم؟ انت فكرتش خالص في تعمل ناس النوعية دي من الفيديوهات؟ ايه ما فكرتش خالص تعمل النوعية دي من الفيديوهات؟ لا خالص، ما فكرتش مع حاول ان تتكلم عندي جد قصص. اصلا؟ فاهم؟ انا اصلا ما بعرفش اتكلم جد يعني، صح. ما فاهم؟ ما ده الناس كلها عارفة. واللي هو يعني موضوع بيبقى موضوع ليفلز وحشه، اللي هو انا ممكن مثلا ابقى بقول حاجه بقولها بجد فعلا بعنيها، بس الناس اللي قدامك مش قادر يصدق فاكر، مثلا. الناس فاكراني بهزر. ما مستحيل اقتنع يعني انت مثلا لو يعني شغلت الكاميرا بتاعتك واتكلمت في اي حاجة بالنسبة لي هزار، فاهم؟ مستحيل. امم طب الناس خلاص ما بقتش تاخدها جد. تيجي نجرب في البودكاست ده لمدة دقيقتين مثلا يعني، فاهم؟ هو انا عامه دلوقتي انا بتكلم جد. فمش عارف، مفيش تجربه اكتر من كده. اه فاهم يعني. هي احكي لنا عن ايه مثلا؟ تجربة واحدة تعالى مثلا ايه يعني، تقول ايه للناس اللي نفسها تعيش حياة خالد حسام يعني؟ اقول ايه للناس اللي نفسها تعيش حياه خالد حسام؟ فاهم. احكيلنا احكيلنا تجربة ما حدش ممكن يعيشها خالص غير خالد يعني حسام، ايه؟ وصلت خالد حسام اللي هو فيه ده. ايه يا عم الهبل؟ عارف بقى تركب ورا الموسيقى بتاعت لا 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 لا. ها، انك تكون خالد حسام حاجه مش سهله ومش صعبه، صح. بس لازم خالد تشتغل حسام لها. هم ما شافوش اللي احنا عشناه، صح. ما عاشوش اللي احنا عشناه يا برو. جربت بيشوفونا تعمل واحنا فيديوهات مع راجعين بس. بيرجو، جربت تعمل فيديوهات مع مهاب شيخ، محدش جرب يعمل الموضوع ده. انا عملت موضوع ايه؟ اللي هو محدش جرب ان هو يعمل فيديوهات مع كل اليوتيوبرز العظام دول. انت عملت كده، انت وصلت لخالد حسام. بالظبط، مش سهل توصل اللي انا وصلت له. طب خلينا نبعد عن السكه دي خالص. انت مش هتجيب فيها، مش ماشيه خالص. انا عايز اقول لك مره لما الشانل بتاعتي اتهكرت، فدخلت اكتب على الفيسبوك يا جماعه الشانل اتهكرت، فاهم؟ انا فاهم. شفت واللي هو كنت انت بكتبها. الموضوع انا حزنت لك. الموضوع كان غريب. بكتبها ببانك كده، فاهم؟ اللي هو مش بهزر خالص يعني. باين لقيت عليك. الناس بتقول لي لقيت الناس بتقول لي ما تقلقش، الشانل اللي هترجع، اهم حاجه بس الكرتونه تبقى معاك. ايوه ما تخافش السيريال مش عارف واللي قاعد ايه. يقول يعني لك موزة بيهزروا. ومش عارف ايه يا جدعان. ما دي مشكلة ان انت تتكلم بهزار على طول، فاهم؟ اللي هو تمام يا جدعان. انا اللي عودتكم على كده. غلطي برضه. انت اللي قلتهم بقى اي حاجة بالنسبة لك نكتة، فاهم؟ ايوه. بس يعني الحمد لله انها رجعت. وانا لو مكانك كنت اقفلها يعني، بعد ما رجعت اقفلها، وانا مش هعمل لكم فيديوهات، مش هعمل فيديوهات تاني خالص. انا كان جوايا ريج كده اتجاه الناس، اللي هو طب ماشي يا جدعان هترجع بس، وهمسك اكونت اتريق عليه وافشخه. بس لما هزار بس لما رجعت خلاص يعني هديت.
ده مشكلة الشخص اللي الناس شايفاه دايما ايه بتهزر. انت يعني من الناس القليلة في اليوتيوب على مدار اليوتيوب كله، ان القنوات يعني القناة بتاعهم كلها فيديوهات. انت مهما يعني لو فتحت فيديوهات كده بالحظ هتلاقيه برضه هزار وضحك، مش هتلاقي حاجة مثلا اللي هو ايه كلمتين جد انا حصل كذا كذا انا بالظبط. فاهم. انا عايز اقول لك انا الموضوع دلوقتي انا بضعنا شو بقت جد، يعني بقت جد عن زمان بكتير قوي. يعني زمان كان ايوه موضوع ايوه هزلي قوي، هزلي يعني بحت 100%. ما فيش حاجة بتتقال منطقية. يعني دلوقتي لا قشطة، بقيت دلوقتي بتكلم نوعا ما عادي، يعني اللي هو بهزر او كده، بس هزار بس الهزار اللي طبيعي، انت فاهم اللي هو اللي انت هو. مش عاجبك الوضع اللي هو مثلا ايه اللي انت بتعمله ده، فاهم؟ مش اللي هو ماسكه تريقة او لا، انت برضه هو مش عاجبك اللي هو بيقدمه مهما كان الشخص اللي بالظبط. بيقدم المحتوى. بالظبط. لا زمان انا كنت بتكلم زي الروبوت كده، اللي هو انا شخصية اصلا مش موجودة في الواقع، يعني فاهم. امم ابتديت بقى اكسر الموضوع ده واحدة واحدة وادخل شخصيتي في الموضوع شوية بقى، اللي هو اتكلم على طبيعتي اكتر يعني، فاهم. انا كنت الموضوع زمان مش كده الموضوع احسن خالص. بكتير. اي كنت طب زمان انت على سيرة الموضوع زمان، هل انت يعني امتى اللحظة بقى اللي قررت فيها اللي هو لا ده انا فاهم، انا بقيت اقدم بقى محتوى بجد فعلا، وما ينفعش بقى يبقى الموضوع كله سخرية من الاول للاخر، فاهم؟ تعمل حاجات يعني ارزن كده شوية، بعمل حاجات ايه. تعمل حاجات يعني متزنة شوية كده، فيها مثلا هزار وفيها حتة كده اللي هو ايه مش كلها سخرية برضو. يعني امتى حسيت اللي هو لا ده لا الموضوع هو بدأ في سكة الجد شوية، او لازم اغير شوية اللي انا بقدمه. لا هو الموضوع ما جاش كده، امم وانا ما قلتش لنفسي انا لازم اعمل حاجه جد امم او لازم اتكلم جد او كده. هو الموضوع جه مع الوقت كده، ان انا فاهم كبرت، واللي هو بقيت اللي هو مش هينفع بقى اعيش في بيرسونا طول حياتي، فاهم. فاللي هو خلاص تمام، انا هعمل فيديو دلوقتي، هفتح الكاميرا، اي نعم هلبس بقى التيشيرت والنضاره وكده، بس هتكلم بطبيعتي شويه، فاهم. امم مش بطبيعتي قوي برضو، اللي هو هحكي لكم النهارده ايه اللي حصل في يومي، بس هناقش الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده، او هتكلم على الشخص اللي انا هتكلم عنه ده، او ايا يكن التوبيك، بنوعا ما تلقائيه شويه. امم كان زمان الموضوع مش كده، يعني كان زمان الموضوع بيبقى جوكس معينه، سكريبت معين، طريقه معينه بيتقال بيها، القاء معين، امم تك 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 ومنتج وخلاص، فاهم. دلوقتي لا، دلوقتي بقيت اللي هو افتح الكاميرا كده انا قاعد بهزر. بما انك يا خالد، يعني انت من زمان في اليوتيوب ومتابع كويس جدا يعني اليوتيوب، وده سؤال دايما بسأله مم. للناس اللي هي بتبقى مختصة باليوتيوب اكتر. آه انت شايف تطور اليوتيوب زمان عن دلوقتي، واختلاف الاجيال واختلاف اللي حصل ده، لان مش مم. كل الناس حضرت اوائل اليوتيوب واللي حصل يعني وبداياته يعني، وفي ناس كانت عليه واختفت. مم. فشايف يعني انهي فترة اللي اليوتيوب فيها احسن والناس جولدن اللي ايرا. عليه بتقدم محتوى اكتر، زمان ولا دلوقتي؟ بص دلوقتي والله اليوتيوب لا دلوقتي اليوتيوب واقع بصراحة، يعني واقع امم عن زمان امم بكتير. يعني اليوتيوب كوميونتي دلوقتي في الضياع، يعني ما امم فيش حد اصلا عارف مين يوتيوب دول، ولا بيعملوا ايه، ولا يعني دلوقتي التيك توك مقارنة باليوتيوب يعني سابق بكتير. يعني الناس كلها ماسكة تيك توك في ايدها، فاهم. دي الناس دي على تيك حقيقة. توك واخدين امم هايب اكتر امم الكامبينز كلها، الاعلانات كلها عايزة تيك توك، عايزة ريلز، امم عايزة صح. الدقيقة، الحتة امم السريعة اللي في الدقيقة، اللقطة السريعة اللي في الدقيقة دي وخلاص، فاهم. ما عندك بقاش حق. في حد قوي مهتم بالفورمات الطويلة. طب شايف واكبر دليل شايف على كده ان اليوتيوب بيحاول يعمل شورتس، فاهم. امم بيحاول يواكب.
طب هل شايف ان يعني الموضوع ده ليه عدلة؟ يعني زمان كان يبقى الشخص اللي فعلا مشهور، او الشخص اللي يطلع في برنامج او في ايفنت او اي حاجة، بيبقى اللي هو يقولك نجم اليوتيوب مثلا. كان دلوقتي بقى الموضوع كله انت عندك قناة على التيك توك، بتنزل ايه على التيك توك كده. فشايف ان الموضوع قدام ممكن يتظبط، ولا هو واخد سكة كده مستحيل ممكن تتعدل تاني؟ ان اليوتيوب يبقى كويس يعني؟ اه اه ممكن عادي، ممكن بس قوي كمان. يعني برضو لو حاول يبقى شبه التيك توك شوية، صح؟ لا مش لو حل يبقى شبه التيك توك، لو امم بقى في حاجة فعلا الناس مشدودة لها، فاهم؟ امم يعني لو حصل طلعة كده بقى في مثلا 3 4 5 مثلا، زي 10 زي، و10 زي مثلا الدحيح، و10 زي بقى في توجه كده ان الناس كلها عايزة تعمل فعلا محتوى 10 دقايق ربع ساعة وبتحط فيه مجهود، فاهم؟ التنوع اللي كان بيحصل زمان، اللي هو كان اي حد عاوز يعمل محتوى، كان في مثلا كذا وكذا وكذا مختص بده، وكذا 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 مختص بالكورة وكذا. بالظبط. صح. اه بالظبط، لو ده حصل ممكن تمام ممكن جدا. يوتيوب يرجع. تمام. المحتوى على فكرة الوحيد اللي ليه شعبية وطويل، لونج فورمات، يعني البودكاست. مش عارف ايه السبب بصراحة. امم لانه هو يعني ده ليه الحاجة فئة الوحيدة. ليه فئة معينة كده، مستحيل التيك توك يقدر يعملها، مستحيل. اه بس والله دلوقتي بقوا بيعملوا بودكاست تيك توك برضو عادي. مش سايبين اي حاجة. اه ايه. مش سايبين اي حاجة. هو التيك توك حلو، يعني حلو، عامل زي الفيروس كده اللي هو اه بينتشر بسرعة فشخ، فهو اسرع، بينتشر اسرع. ايوه دي حقيقة. طبعا على سيرة البودكاست، خلينا نتجه للبودكاست بتاعك بقى. وانت يعني اخيرا بدأت في محتوى البودكاست. يعني باين من اه من اول بوست نزلته ان انت كان نفسك تعمل المحتوى ده من فترة كبيرة. من زمان، عايز اعمله بقالي كتير قوي. اه ف يعني ليه بقى ما بتنزلش فيديوهات عليه كتير، بما انك كان من نفسك بقالك كتير ليه يعني الموضوع؟ بص، ما حسيتش الموضوع ريتيرنينج بتاعه حلو بصراحة. امم ف... هل ده فهو اصلا غالبا بسبب؟ انا مش هعمله تاني. ليه بقى يعني؟ ايوه ليه بقى؟ زي ما قلت لك، يعني حسيت ان هو بيتحط فيه مجهود، امم والعائد بتاعه مش حلو، فاهم؟ الفيدباك بتاعه مش قوي، طب ما فكرتش مثلا ان انت مش حتتي قوي، فاهم؟ تجيب بس مثلا هو ممكن ضيوف يرجع تاني معينة بشكل وكده؟ مختلف. يعني ايه. مثلا ما فكرتش تجيب ضيوف مختلفين، حاجات من نوعيات مختلفة، حد من حاجة انت مش ممكن تتكلم فيها خالص؟ فكرت يعني هو امم بص، هو هيرجع، بس يعني ممكن يرجع بس هيبقى بشكل تاني، امم فاهم؟ هتبقى تركيبة ثانية كده، انا عارف ان هي هتبقى بيلينج اكتر للناس عن دلوقتي. امم فهتجيب فاهم هتجيب مع قصدي؟ الناس اكتر. اه مين الناس اللي لان انت نفسك هي تعمل معاهم بودكاست؟ التركيبة ما ظبطتش معايا اول مرة دي يعني. امم عادي، لسه في الاول، وكلها تجارب. يعني هو مش يعني. تخبط تجربة، اه هي تجربة لذيذة طبعا، اه تجربة حلوة جدا. طب مين الناس اللي انت نفسك تعمل معاهم بودكاست ولسه ما عملتش؟ أه بص، هو انا عامة فكرتي عن البودكاست كانت ان انا عايز، مش عايزه يبقى ضيوف، يعني عايزه امم يبقى شخصين 3 بالكتير، وثابتين، امم التوبكس هي اللي بتتغير، امم فاهم؟ فاهمك. يعني انا كنت عايز ده اصلا، ده اللي كان مخطط ليه ان هو يحصل. بس ما بس لقيتش انا ما رد قدرتش فعل. اعمل ده، اه فموضوع خيش، امم فاهم؟ خايش مش بسبب النقطة دي بس، خايش بسبب كذا حاجة، فاهم؟ امم منهم دي. بس امم انا اصلا مش حابب قوي فكرة ان انا ابقى بجيب مثلا شخص كل حلقة واقعد اكلمه عن نفسه او يكلمني عن نفسه. اه انا مش عايز كده، فاهم؟ انا كنت حابب اكتر ان انا يبقى في 2 مثلا، دول معروف ان هم بيطلعوا معايا، احنا الكيمستري ما بيننا حلوة، بناخد وندي مع بعض كل بطريقة حلقة بتتكلم فشيخة. عن موضوع مختلف. اه بالظبط، في اي توبيك هنقعد نتكلم عنه، هنتناوله بطريقة جميلة،
وهكذا. اه لكن انا ما بحبش قوي الكونتنت اللي بيبقى معتمد على الضيف دي قوي، فاهم؟ فاهمك. اه بس ممكن اعمله عادي. بس انا البودكاست اللي فات ده كان المخطط ليه ان هو ما يبقاش ضيوف يعني خالص، عشان كده هتلاقي في ناس كتير قوي كانت بتتكرر، ما كانش كل حلقة حد جديد. والناس ما بس كانش وصلوا هو الفكره دي. كان بيقول لك مثلا ما تعمل مع كذا، ما تعمل مع كذا، ما تعمل مع كذا. بالظبط. مم. وهو اصلا مش دي فكرته خالص يعني. ايوه. بس يعني الناس تستنى ان البودكاست ان شاء الله يعني هينزل بطريقه مختلفه وبتجديد يعني اه سيزون جديد يعني عامه بطريقه مختلفه خالص. ده حقيقي، هينزل بطريقة تانية مختلفة. طب يعني انت ما ينفعش تبقى معانا وما نكلمكش عن تجربه التمثيل المسلسل بتاعك اللي انت حقق نجاح كبير بسم الله ما شاء الله، ونهنيك على النجاح الكبير ده. يا عم ولا كبير ولا ويعني حاجة. يعني احكي لنا بقى تفاصيل العمل بقى والكواليس بقى والمارد ده اكيد بقى يا كان عم مجننكم، كان مع ده افرادكم كده في الكواليس. ده كانت حاجة صعبة قوي والله بتاع ده. ليه؟ كانت حاجة صعبة قوي 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 يعني بجد. بتاع ده خد مجهود يعني مش طبيعي. في ايه بقى؟ احنا حرفيا يعني قعدنا فترة مثلا 3-4 شهور بنكتب. يا خبر ابيض. كنا مثلا كل اسبوع نتقابل نعمل زي مش هقول ورشة يعني، بس اللي هو قاعدة كده، يلا يا جماعة افكار وبتاع ومش عارف ايه، وحد يقفل حلقة وبتاع وهكذا. قعدنا مثلا 2 أو 3 نكتب. 3 أو 4 شهور بندور على بنجمع كرو، بندور على استوديو، بنشوف هنصور فين ونعمل ايه وكده. قعدنا برضو فترة كنا بنقعد نعمل بروفات. لا الموضوع انا مش عايز اقول مش عارف هو خد اكبر من حجمه ولا هو ده حجمه، بس انا يعني ما اعرفش انا حاسس ان هو انا مش عارف انا متعقد ولا ايه. بس انا لما بقعد اشتغل على حاجه كتير قوي كده ببقى اللي هو متوقع منها لا انتي لازم تجيبي لي ريتيرن باك مش طبيعي يعني على قد التعب اللي انا فاهم. انا الريتيرن بتاع جني ما didn't satisfy me. فاهم. ما اشبعنيش كده. فانا جني عايز اعمله تاني، بس يبقى الموضوع ابسط من كده. ممكن يبقى فيه ارتجال شوية، او ممكن يبقى فيه حاجات كده اللي هي بتتساب كده بلحظتها. فاهم. ما يبقاش متخطط، ما يبقاش ما كالكوليتد بالملي كده. طب هل مثلا مش هيبقى في جزء تاني منه على كده؟ يعني الناس قالت في جزء تاني. ايه الناس توقعت ان ممكن يبقى في منه جزء تاني بقى ما هو المفروض يبقى فيه جزء تاني صح. ف شايف ان هو ممكن يتعمل في الفترة دي ولا لسه قدامه شوية؟ بص مش عارف والله، مش قادر قوي احدد يعني. بس هو مش حاليا يعني، مش حاجه بتتعمل دلوقتي، فاهم، مش حاجه بنحضر لها حاليا يعني. يعني لسه قدامه شويه. بس هيبقى بنفس الناس، ولا ممكن بقى الدنيا توسع شويه ونجيب ناس تمثل اكتر؟ هو يعني كان في اقتراح كده ان يبقى في زي ضيف في كل حلقه. فاهم، زي ظهور خاص او حاجه يعني الناس هتستنى مفاجآت كبيره في الجزء التاني. تمام جدا. طب على سيرة المسلسلات بقى، ويعني ما ينفعش تبقى معانا وما نجيبش سيرة حاجة كده من مسلسلات رمضان وكده، فاهم؟ يعني انت لازم تبقى معانا فتتكلم في اي حاجة، فاهم؟ ماشي انا معاك كل حاجة في اي حاجة. هو سؤال بسيط يعني موسم رمضان خلص، فانا عاوز اسالك سؤال بما انك يعني راجل معايا في البودكاست وكده. فهو ليه في ظاهرة كده ان الناس بتبقى ما بتحبش محمد رمضان وتلاقيها متفاعلة معاه بعد كده؟ يعني انت شفت نفس عادي. الموضوع بص مثلا؟ اقول لك على حاجة،
هي دي نفس ظاهرة برضو مثلا الناس اللي على السوشيال ميديا، اللي هو الناس اللي هي يقعد يقول لك ده اسفاف، ده مش عارف ايه، التيك توكرز مثلا يقول لك دول ولاد 60 و70 مش عارف إيه. وتلاقي نفسك برضو ايه ادكتد لمحتواهم وحاجاتهم وبتاع. هي نفس الفكرة على فكرة. ومسلسل محمد رمضان اللي هو جعفر العمدة ده، انا شايف ان هو كده بنسبة كبيرة قوي هو مسلسل ادكتيف فشخ على فكرة. اللي هو بيديك جرعات كده انتنس قوي من التشويق والدراما وبتاع، ومش محتاج تفكير، مش محتاج مسلسل 2 دي قوي، ما فيهوش اي تفاصيل، ما فيهوش اي حاجة صعبة تتفهم. بالظبط اكنه فيديو تيك توك، حد انت فاتحه راندوم كده، واحده حد بيرقص مثلا قدامك، او حد بيعمل حركه كيوت فانت خلاص يعني قاعد بتتفرج كده مستسلم، عقلك مستسلم ليها. بتاخد منها الساتسفاكشن معين او حاجه معينه، زي فيديوهات اللي هي الناس اللي بتصطاد سمك بمنتوس دي. لو انت فيديوهات كده بتاخد منها ساتسفاكشن معين ومدمنها بطريقه معينه وخلاص. فهو مسلسل جعفر العمدة انا حسيته كده، اللي هو انت لسه هتتعب دماغك بقى في حوارات ودراما ومشاكل وتعقيدات وشخصيات مركبه وبتاع. لا يا عم، هو واحد بيقول لك واحد ابنه اتخطف وبيدور عليه بس، وشخصيته تتلخص في 3 كلمات. وانت حتى القصه ولا محتاج، هو بس اللي معرفوش بالظبط. والشخصيات حتى كلها يعني شخصيات 2 دي قوي، اللي هو واحده بتسرق بس هي دي شخصيتها ان هي بتسرق، واحده بتعمل اعمال، مفيش اي بعد ثالث في الشخصيه، هي بتعمل اعمال بس. كل ما الكاميرا تيجي عليها يلاقوها بتقول حاجه. واحده بتحب الناس تسقف لها، اللي هي مرات امه. ايوه فاهم. فكل ما الكاميرا تيجي عليها تقول جمله كده، ايه يا جماعه طبلوا لي بس، و30 جمله في 30 يوم، وكل واحد نفس ال30 جمله، وفي الاخر يطلع مسلسل مع كم مشهد ضرب واكشن وكم جمله حلوه. ايوه تركيبه بسيطه يعني تركيبه بسيطه قوي اللي هو الدراما عارف انت دراما WWE اللي هو خناقه في الشارع. فاهم. يا تريبل اتش مثلا متخانق مع شون مايكلز، فمش عارف شون مايكلز يجيب له ناس يضربوه كده. طب انت بقى بالمعدل ده شايف هل محمد رمضان ناجح طيب، ولا هو مجرد بس موسم؟ انت قلت لي حوار النجاح ده في الاول، قلت لك ان شخص ناجح او مش ناجح ده بناء على انت ايه معايير النجاح بالنسبه لك. يعني ممكن يكون مثلا واحد بيعمل اللي في دماغه مثلا، ده بالنسبه له هو كده ناجح جدا. واحد بيجيب فلوس مثلا، ده كده ده انا كده ناجح، انا معايا فلوس مش عايز حاجه تانية. واحد مثلا اي حاجه اللايف بتاعته مثلا مظبوطه، فهو كده يعتبر نفسه انسان ناجح. انا ممكن اقول لك محمد رمضان مثلا على مستوى الارقام ناجح. طب وعلى مستوى التمثيل، على المستوى الفني مثلا ممكن نكون لا مش شايفه، هو مثلا ما يكونش شايفه نفسه ناجح. طب فاهم؟ اقول لك سؤال تاني. يعني هل الناس ما بتحبش تشوف محمد رمضان غير في الادوار دي؟ يعني هو مثلا قبل في السنتين اللي فاتوا عمل مسلسل مثلا الشنطه باين، يعني بعد خلاص عن السكه. وقبله عمل مسلسل موسى، يعني ده كان حاجه بقى في زمن تاني، في حاجه تانية ما فيهاش بقى ضرب، ما فيهاش انا الملكه، ما فيهاش جوز 4، والاتنين فشلوا او الاتنين ما حققوش نفس المشاهدات اللي الناس بتتفرج عليهم. فقرر يرجع تاني لجعفر العمدة، فمرة واحدة ايوه هو ده بقى، وده اللي احنا عايزينه بقى. فهل العيب في المتفرج، في الناس اللي في الناس اللي بتتفرج، ولا فيه هو، ولا ما اعرفش والله. بس هو انا كنت بفكر في الموضوع ده من كام يوم كده. هو انت هي معادله صعبه مش هتحقق فيها كل الاطراف يعني. وانت يا اما تعمل حاجه فنيا حلوه بليزنت كده ترضي احساسك الفني كده اللي جوه، تبقى متفرج عليها كده ومتاثر وتفتكرها بعدين،
يا اما تعمل حاجه ناجحه وتضرب تجيب لك فلوس وفيوز. فهي ان انت تعمل الاتنين مع بعض دي دلوقتي بقت معادله صعبه قوي. فاهم؟ فالواحد ما بياخدش كل حاجه يعني. انت قشطه ده ممكن السنه دي تعمل حاجه تضرب، تجيب بيها تذاكر في الشباك مثلا. حاجه تانية لا دي انت عاملها كده للفن والفنانين وبتاع. فاهم؟ المقياس ده على فكره خدوا على اي نوع من انواع الفن يعني. خدوا على المزيكا، خدوا على اليوتيوبرز، على اليوتيوب، على الكونتنت عامه. انت في فيديو مثلا بتبقى عامله، انت عارف ان ده فيديو هو ولا يعني مش مشبع فنيا ليك ولا لاي حد يتفرج عليه بجنيه يعني. مفيش اي حاجه انت بس انت عارف ان ده هيجيب قوي بقى مع الناس. فاهم؟ ده بوم ترخ هينزل، الناس حباه، الناس عايزه تشوفه. فاهم؟ وعلى فكره انا فيديوهات اللي هي الساركاستيك اللي ببقى ماسك فيها حد بعينه دي بتبقى كده بالنسبه لي بصراحه. هي مش مرضيه قوي ليا، ومش حاسس ان هي ذات قيمه قوي ليا انا كخالد. بس هي بتاكل قوي مع الناس. ليه؟ عشان الناس برضو بنفس منطق الحاجه السهله الرخيصه اللي هو عايز اشوف اتنين بيضربوا في بعض. فاهم؟ عايز اشوف حد بيمسك حد بيغسله. فاهم؟ عايز اشوف بيف يعني. هو ده بقى اللي الناس محتاجاه او اغلبيه. عايز اشوف جعفر العمدة ماسك فتح الله وفشخه. اشوف جعفر ماسك شوي فتح الله وعجنه. بالظبط. هي الناس برضو عايزه تشوفني مثلا ماسك حد هي بتكرهه وعمال بحلله، بتريق عليه مثلا، او بطلع منه جوكس او كده. بس هل ده مثلا وخلاص؟ هل ده مثلا فنيا حاجه قويه او حاجه مثلا هتعيش او حاجه كده؟ انا ما اعتقدش يعني. هو الواحد لازم بيعمل فانا رايي يعني ان انت مش تعمل كل حاجه. فانت ممكن شويه كده وشويه كده. ممكن في المستقبل توصل لتركيبه تبقى بتعمل الاتنين مع بعض. فاهم؟ عادي. في افلام كتير بتبقى قويه وناجحه وذات قيمه او ذات فاليو. زي افلام كتير نزلت في السينما، افلام نجحت جدا ومعموله كويس يعني. وبتعجب الذوقين يعني. بس هو بحس رمضان عامه اللي هو بيبقى شريحتين. شريحه بيعجبها مسلسلات تحت الوصاية والهرشة السبعة والحاجات الجميلة دي. وفي شريحة تانية بيعجبها بقى جعفر رمضان وجعفر العمدة ويليفا انا اتفرجت على الاتنين بصراحة. يعني انا اتفرجت على الهرشة السبعة واتفرجت على جعفر العمدة. حسيت ان انت منتمي لأنهي فيها اكتر وانهي فيها عجبك؟ حسيت ان انا عايز ابقى جعفر العمدة بصراحة. صح. والله حسيت ان انا مع احترامي لكل حقوق المرأة وحقوق الجواز. عارف الميم بتاع اللي هو الفا والبيتا، اللي هو يقول لك مثلا جعفر العمدة متجوز 4، محمد شاهين متجوز 1. جعفر العمدة محدش يقدر يعلي صوته عليه، محمد شاهين امين يا اخي كل يوم بتهزقه. فاهم؟ لا حسيت يا عم عايز ابقى جعفر العمدة يا عم، بلا صداع. عايز ابقى جعفر العمدة الصراحة. فاهم؟ يعني انا تعبت لمحمد شاهين، تعبت في المسلسل ده والله بتاع الهرشة السبعة ده. يعني حسيت ان انا خلاص بقى يا جدعان تخلصونا بقى، خلاص ما انتوا صعبتوا عليا كلكم. اللي هو متقفلوا يعني ما تتخانقوا في البيت عادي. انتوا ليه دوشنا كده؟ والواحد يعني في مود رمضان وكده مش محتاج حاجات بسيطة خالص. محتاج ساعات كل الصداع ده. ساعات والله. وساعات برضو الواحد بيبقى عايز يتفرج على حاجة برضو دسمة يعني. بس انا مش حاسس ان الناس في حاجه كده اللي بيقول لك attention span ولا attention span، حاجه كده اللي هو الناس ما بقتش عايزه حاجه اللي هي تسحلها قوي. فاهم؟ بقت عايزه حاجه كده سريعه على طول، الموضوع يخلص على طول.
انا عايز دوبامين سريع كده، ساتسفاكشن سريع كده، ايوه فيديو ايوه تيك توك كده ثانيتين اضحك عليه وخلاص، فاهم؟ فاهمك اه. بس ساعات بتبقى، لا ساعات بتبقى عايز تقعد تتفرج على حاجة قوية يعني. ايوه فعلا، دي حقيقة، دي حقيقة. احنا يعني مش عاوزين نطول عليك و... لا وكفاية بس ان انت نورتنا، واكيد دي مش اول مرة حبيبي، اكيد. يعني. اكيد بقى لسه في لقاءات تانية كتير، وان شاء الله بقى نعمل لقاء مع كل صناع بقى مسلسل جني. يعني انا عملت مع سكر وعملت مع فوش وانت اهو، فخلاص يعني مش اه لسه بس ان انا اجمعكم في بودكاست واحد توفيق. ويبقى ناقص لك خلاص على توفيق. كده يعني. اتمنى تكون انبسطت اتبسطت. ويكون بودكاست خفيف كده. انا عارف ان انت ما بتحبش الحاجات اللي هي الحاجات بقى اللي هي واحد بس واقعد بحكي انها الحاجات دي بس، يعني كفايه ان انت بقيت معانا. لا والله كان حلو، كان يعني البودكاست ده كان حلو وخفيف على قلبي وظريف يعني. حبيبي يا خالد، وزي ما قلت حبيبي لك يا بقى ان رب. شاء الله دي مش اخر مره وان شاء الله ان في شاء الله. لقاءات تانية كتيره بقى. ان شاء الله. ويا رب وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. وما تنسوش بقى اللايك والحاجه ولا سبسكرايب والشير وكومنت وكل الكلام الجميل ده اللي انتوا عارفينه، اللي عادي لو عملتوه هحبكم ولو ما عملتوش هحبكم برضو. بس واهم حاجه انتوا تبقوا بخير، واستنونا الحلقه الجايه من مش بودكاست.